احنا اتكلمنا قبل كده عن التحقق بخطوتين وازاي بيساعدنا نزود حماية حساباتنا. هتلاقوا لينك الفيديو في الديسكريبشن. دلوقتي بقى هنقول ازاي ممكن نستخدم تطبيقات التحقق بخطوتين بأفضل طريقة عشان نضمن اننا ما نضيعش اكواد التحقق وبالتالي ما نخسرش الوصول لحساباتنا. لما بنيجي نفعل التحقق بخطوتين بيظهر لنا رمز QR بنمسحه باستخدام تطبيق التحقق بخطوتين عشان التطبيق يقدر يدينا اكواد تحقق متغيرة. في المرحلة دي ممكن نستخدم بدل التطبيق الواحد كذا تطبيق زي مثلا جوجل اوثنتيكيتور او اوثي او ايجس، عشان لو فقدنا تطبيق منهم نقدر نستخدم واحد تاني. تطبيق جوجل اوثنتيكيتور بيتميز بانه بيزامن اكواد التحقق مع حساب جوجل، وتطبيق اوثي بيتميز بانه بيسمح بانشاء حساب وبيشتغل على معظم انظمة التشغيل، وتطبيق ايجس بيتميز بانه بيشتغل اوفلاين بالكامل وبيسمح بالنسخ الاحتياطي. في طريقة تانية مفيدة جدا، وهي اننا لما نيجي نفعل التحقق بخطوتين نختار اننا ننسخ الكود النصي كمان بدل رمز QR، وناخد الكود اللي نسخناه ونحفظه في مكان آمن. وبالتالي لو فقدنا تطبيق التحقق بخطوتين نقدر نستخدم الكود اللي احتفظنا بيه في استعادة أكواد التحقق في أي وقت وباستخدام أي تطبيق من اللي قلنا عليهم. اعملوا لايك وابعتوا الفيديو ده لأصحابكم عشان يعرفوا ازاي يحموا حساباتهم.